بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي. حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي، يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعال نشوف النهارده الكرواسون الاقتصادي ده. بصوا، لا زبدة ولا توريق ولا حاجة بقى. بص هقول يعني إيه، حاجة مجاني خالص، حاجة موجودة في كل بيت. شوية دقيق، شوية مي، شوية لبن. هقول لكم لبن صحيح. يعني ربع كوبايه زيت او نص كوبايه، وعملنا الحاجات الجميله دي. تعال نشوف، تقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف الفيديو الجميل ده. مبدئيا كده معانا بوله فيها ايه من حوالي 3 معالق سكر. اول حاجه معانا ايه ربع كوبايه ميه، 3 معالق سكر، معلقه خميره يا حبايبي فوريه. هنختبر خميرتنا كده في السوائل دي، وهنقلبها جامد شويه لحد ما السكر يدوب، وبعد كده نلاقيها عامله فقاع كده، هنعرف ان هي ما شاء الله جميل. بعد كده يا حبايبي معايا ايه بياض بيضه. عندي بيضه شلت الصفار على جنب، دهن وش الفطاير، وبعد كده ايه خدت البياض. ومعايا نص كوبايه زيت، يعني نص كوبايه زيت، بياض بيضه، معلقتين 3 معالق سكر، معلقه خميره، وربع كوبايه ميه. وقلبنا السوائل مع بعضها زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بعد كده ايه نزلنا بقى ايه بعد ما قلبنا السوائل دي كلها مع بعضها، ومعلقه خل. طيب ايه بعد كده معانا ايه 4 كوبايات دقيق. ماشي، دخلناهم نخله حلوه كده زي ما انتم عارفين، عشان يبقى العجينه بتاعتنا كده ما شاء الله من هشه كده وقطنيه يا حبايبي. طيب هنقلبهم كده بالمعلقه وبالسباتيولا، وبعد كده ايه هنعجنهم بايدنا يا حبايبي، نعجن عجينه حلوه كده. هننزل بقى عليهم زي ما انتم شايفين كده، وهنقلبهم تقليبه حلوه كده بالمعلقه. وبعد كده ننزل ايه، يعني هنبتدي نعجنهم بقى عجنه حلوه، عشان خاطر الكرواسون ده لما نيجي ايه نفرده كده ونطبقه، يبقى ايه ما شاء الله مش ما يتقطعش معانا. ماشي، زي ما انتم شايفين كده هنعجن بايدنا بقى عجنه حلوه. احنا لحد دلوقتي لسه ما حطيناش اي سوائل. طيب هنعجن بايه بكوبايه لبن. معانا كوبايه لبن، معاكي رايب، لو معاكي رايب عادي اضربيه في الخلاط بيبقى جميل جدا، واعملي بيه وعجني بيه يا حبيبي ما شاء الله بيبقى جميل. لا معانا زبده النهارده ولا معانا سمنه ولا معانا ما شاء الله اي حاجه غير كوبايه لبن، مفيش غيرها، والاربع كوبايات دقيق والبيض البيضه. خلاص. طيب هنعجن بقى عجنه حلوه ما شاء الله. احنا عايزين عجينه طريه لينه، ما تكونش بتلزق، لاني احنا لو نشفنا العجينه وخلينا ناشفه معانا مش هتدينا. عودوا نفسكم يا حبايبي، المخبوزات ما تبقاش العجينه بتاعتها جامده. لا احنا عايزين عجينه طريه لينه كده زي ما انتم شايفين في ايدي كده، مش بتلزق. انا بعجن فيها اهوت، شطفت ايدي وجيت عجنتها اهو، مش بتلزق ولا حاجه زي ما انتم شايفين. فانا عايزه العجينه بتاعتكم تبقى لينه بالطريقه دي كده. واختاروا يا حبايبي نوع دقيق جيد بصراحه، ما يتعبكش، ويطلع معاك الحاجات المخبوزات والكيكات والحاجات دي تطلع جميله جدا ما شاء الله. طيب لازال برضو بنعجنها زي ما انتم شايفين، من 3 ل 8 دقايق كده هنعجنها عجنه حلوه. وبعد كده يا حبايبي ايه اهو زي ما انتم شايفين، شوفوا العجينه ما شاء الله جميله وناعمه وجميله جدا. هتبلي البوله زيت وتدهني وشها كده زي ما انتم شايفين، وهنغطيها بكيس بلاستيك عشان خاطر ايه الهواء ما يتعرضش الهواء يا حبايبي. بعد كده هنتن سطح العمل ايه عشان نقطع العجينه بتاعتنا. احنا مش هنخمرها، احنا هنسيبها ترتاح. انا مش عايزاها تخمر عشان ما يبقاش ايه ريحه المعجنات بتاعتك والحاجات دي. يعني كل ما تعملي معجنات ناس بتشتكي تقولك ان المعجنات بتاعتي لها ريحه زي الخميره كده. لا ما تخمريش المعجنات كتير عشان خاطر ما تعملش ريحه الخميره تضرب فيها. بعد كده عملناها حوالي 4 كور، نص كيلو طلع معايا 4 كور. لو عايز تعملي 3 كور، كورتين كبار مش مشكله، اهم حاجه المكان اللي هتفردي بيه. هنحط بقى ايه المفرش بتاعنا السيليكون ده، وهندهن دهنة زيت. وبعد كده هنفرد بقى بايدنا بالمردانه باي حاجه. المهم ايه يعني هنفردها مش فرده كبيره، احنا عايزين فيها ايه يعني زي ايه ملحمه كده، عشان خاطر ما يبقاش الكرواسون بتاعنا رفيع كده، وتحس ان هو مش مورق معانا. ماشي يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلت معايا المقطع دي يا حبايبي حط له كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات دي، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي ما اشتركش في القناه بتاعتنا يشترك دايما، اشتراككم بيسعدني وبيفرحني. ايه رايكم بقى؟ هنقطع عندك العجله اللي هي بتاع البيتزا دي بسكينه باي حاجه. هنقطعهم زي ما انتم شايفين زي البيتزا كده، انت بتقطع. وبعد كده لو عايزاه كبير او صغير، انا عاملاه يعني معقول، انا عملته كبير اول صغير اول، عاملاه متوسط زي ما انتم شايفين. هنلف يا حبيبي وهنشد الطرف الاخير ده، وهنخلي ايه الفطاير بتاعتنا او الكرواسون ده محطوط على القاعده بتاعته على اللحام ده عشان ما يفكش معاه. لو دخل الفرن هيفك معاك اهو. الفيديو ما شاء الله شارح نفسه زي ما انتم شايفين اهو، طلع جميل جدا ما شاء الله بصراحه.
يعني الحجم اللي انت عايزاه بقى، صغير متوسط كبير، الحجم اللي انت عايزاه. بصراحه ما تنسوش ان هو لسه بيزيد معانا في ما بيرتاح بيزيد، بينتفخ كده ما شاء الله بيزيد. معلش انا اسفه على الاصوات اللي بره دي، معلش. بعد كده حبايبي اهو زي ما انتم شايفين لازال بنقطع اهوت وبنبرم، وتشد بالايد التانية وتخلي اللحام تحت كده عشان لما ترتاح اللحام يعني يلحم من تحت كده وما يفكش معانا من يدخل النار. بس عشان في المعجنات كده بتفتح معانا يا حبايبي، لا احنا عايزين بقى نسيب اللحام تحت. هنعمل واحده بقى برضو مع بعض اهوت عشان خاطر الفيديو كده ما بقاش طويل. برضو انا عملت 2 بس، و2 عملتهم مع نفسي يعني ما صورتش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هتفردي بالمردانه، مش هتوسعي قوي، هتخليها يكون حجمها متوسط عشان ما تبقاش رقيقه. عايزينها ملحمه عشان خاطر الكورسون بتاعنا ما يبقاش يعني رقيق كده وخفيف، لا احنا عايزينه ملحم كده، يبقى في قلبه عامل زي كويزر كده، زي الفينو كده، يبقى في قلبه لحم كده. هينفعك برضو للاولاد في المدارس، اللي برضو بتحتار تعمل ايه لولادها في المدارس. لا ده هيغنيكي بصراحه. هتدي الاطفال منه، هيفطروا منه، ياخدوا معاهم في اللانش بوكس، في اي حاجه ما شاء الله. هيوفر معاك كتير قوي. لو انت موظفه وعايزه تفطري تغيري ريقك بدل ما تشتري الكحك والحاجات ديت من افران وكده، ما شاء الله الحاجات دي بتغني كتير بصراحه والله. جربوها عن تجربه، انا بعمله ما شاء الله. اللي خارج الصبح بياخد منه، اللي عايز ياكل اي حاجه بالليل بعد يعني وقت متاخر كده، فما شاء الله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي بنبرمها، وانت اللي ايدك بايدك انت هتكبريها وتصغريها. ما شاء الله العجينه لينه جميله جدا بصراحه. انا احب العجينه في اللينه ديت في الفطاير وفي كل المعجنات بتاعتي بصراحه. مش كل حاجه ان العجينه تبقى يعني شديده، لا. يعني في الفطير الشرقي بتاعنا اللي احنا بنعمله ده، لازم العجينه بتاعتك تبقى ماسكه نفسها، ما تكونش برده ناشفه ولا طريه، بس بتكون مايله ان هي تكون يعني شديده شويه، عشان خاطر بتفرديها طبعا وبتوسعيها يعني بتورقي منها كتير، فبصراحه تستحمليها. لكن في الحاجات بتاعتنا دي لا، احنا ما نعملش ما نكبرش ما نكبرش الفطاير بتاعتنا برضو، عشان ما تبقاش كده رقه معانا، لا احنا عايزينها ملحمه كده. بسم الله ما شاء الله طالع جميل جدا. المقاسات دي حلوه، انا عملت المقاس المتوسط ده، وهنسيبها ما شاء الله تختمر معانا كده لسه وترتفع كده، تحس ان هي ما شاء الله عامله زي الاسفنج كده. وبنغطيها برضو عشان خاطر ما تاخدش يعني تعمل قشره خارجيه كده ومن الهواء. طيب بعد كده بقى ما شاء الله هنلمع الملمع بتاعها. معلقتين لبن، ربع كوبايه لبن، معلقه سكر وتقلبها كويس. برضو ربع كوبايه لبن وعليها نص معلقه او معلقه من قهوه سريعه الذوبان. معاكي برضو، انا كان معايا الصفار بتاع البيضه اللي انا خدت البيض بتاعها ما شاء الله، قلبتها على ربع كوبايه لبن، وقلبتها ما شاء الله كويس، وحطيت ذره فانيليا. وما شاء الله دهنت الفطاير بتاعتي طالعه جميله جدا، اخد لون حلو بصراحه، اخد لون جميل جدا. بذمتكم ما تقولوا ده هو مورق ومعمول بزبده، والله العظيم ما دخل يعني سبحان الله، انا عجناه بالزيت قدامكم، ما دخل في زبده خالص اكتر من الاخر. لازم تلمع وشه لا بزيت لا بزبده لا بسمنه، دهنت فرشه كده ولمع وشه بيدي لون جميل جدا. عشان الفطاير بتاعتك طبعا مش يعني مش حاطين لها زبده في الاول ولا مورقين ولا حاجه، ولا هتتعبي. انت تفردي القطعه العجين زي ما انت شفت كده، وتقطعيها التقطيع اللي انت سبعات والتمانيت شايفاها دي، عشان خاطر لو ورقتي بقى ولا فردت فيها زبده وقفلت وطبقتي، لا لا لا، حاجه سهله جدا وسريعه. وتنسوا اللايك الجميل اللي بيرفع الفيديو والكومنت الحلو، يا رب يديمكم نعمه في حياتي. اوعوا تنسوا اللايكات الجميله دي، يعني يا رب يديمكم نعمه في حياتي. مع السلامه.